هو ده اللي يتقال عليه فطير مشلتت على اصوله. هنعمل النهارده فطير الطاسه السريع، وهقولك ازاي يطلع معاكي مورق بالطريقه دي. هنعمله بدون زبده وبدون سمنه بلدي، وهنعمله باسهل طريقه على البوتاجاز وبدون فرن كمان. لما تجربوا الوصفه هتعتمدوها. فلايك وشير لو عجبكم الفيديو، وصلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا نسمي بسم الله ونبدأ في الوصفة بتاعتنا. أول حاجة عندي هنا 4 كوبايات من الدقيق، هنزل عليهم بمعلقة صغيرة ممسوحة من الملح. ببدأ أقلب الملح مع الدقيق، وبعد كده بنزل بكوباية من المية، ودي تاني كوباية معانا. نزلت بالنص وركنت النص على جنب. ببدأ أنزل بيه تدريجي على حسب ما العجينة تاخد معايا أو نوع الدقيق زي ما انتوا شايفين. وببدأ أعجن كل ما بلاقيها محتاجة بنزل بحبة من المية. دي مية فترة طبعا من الحنفية زي ما انتوا شايفين. هنا دي العجينة المظبوطة اللي انا محتاجاها. اتبقى معايا اقل من ربع كوباية من المية، يعني اخدت كوبايتين الا ربع من المية العجينة معايا. ال4 كوبايات من الدقيق عجنتها كويس قوي لحد لما ادتني ملمس ناعم وعجينة طرية. ببدأ ارش عليها كده رش الدقيق. ببدأ اغطيها بكيس بلاستيك وبسيبها ترتاح معايا 10 دقايق ربع ساعة على حسب وقتك. لو سبتيها حتى ساعة مش هيجرى اي حاجة. بعد كده بعد ما بترتاح معايا 10 دقايق باجي هنا على الرخامة، ابدأ انزل بحبة من الزيت، ممكن في اي صينية عندك عشان نبدأ نقطع العجينة. بتنزلي بحبة زيت وتدهنيها، وبعد كده ايدي كده فيها دهنة زيت مكان الرخامة. ببدأ اقطع العجينة بتاعتنا الكور. طبعا حجم الكرة بتكبريه وتصغريه على حسب المكان اللي هتفردي فيه، او حسب الفطيرة اللي انت عايزاها كبيرة او صغيرة. قطعت العجينة كلها بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين. وبعد كده ايدي هنا فيها دهنة زيت، ببدأ ادهن وش العجينة وابدأ اضغط عليها كده، ابططها او افردها نص فردة. وبعد كده بغطي عليها بكيس بلاستيك وبسيبها ترتاح معايا. كل ما تسيبيها ترتاح معاكي كل ما هتديكي نتيجة احسن في الفرد واسرع. طبعا عشان نفرد هنفرد على زيت، وعشان نورق هنورق بسمنة. فعندي هنا ده اول حاجة كانت الزيت ركنته على جنب هنفرد بيه، ودي سمنة عادية خالص. نزلت عليها بقى بمعلقة كبيرة من القشطة او وش اللبن. حرفيا كده لما هتقلبي السمنة مع القشطة هتشم ريحة السمنة البلدي، وبجد مش هتفرق كتير. جربيها كده. عملناه النهاردة كده بأسهل طريقة وهيطلع معانا مورق، وهنعمله بدون فرن كمان. جيت على الرخامة نزلت كده بحبة من الزيت، دهنت بيه الرخامة، وببدأ اخد اول كورة قطعتها وببدأ افردها. يبقى زي ما قلت لكم احنا هنفرد على زيت وهنورق بسمنة. ببدأ كده اسحبها كده من نص لفوق ومن نص لتحت لحد لما بتفرد معايا بالشكل ده. وبعد كده بجيب حبة من خليط السمنة والقشطة وببدأ ادهنها وابدأ اطبق الجنبين قصاد بعض، وبعد كده ببدأ اطبقها كده طولي. بشيلها كده واركنها على جنب واسيبها ترتاح معايا. بفرد 3 تانيين بنفس الطريقة، وبعد كده برجع لأول واحدة طبقتها. شايفين طريقة التطبيق دي هتديكي عدد رقات اكتر. شايفين الجمال؟ طبعا بين كل رق والتاني بدهن طبعا بالزبدة والقشطة. هنا خدت اول واحدة فردتها طولي ودهنتها بالسمنة، وبعد كده بدأت الفها رول بالطريقة دي. وفي الاخر باجي في الاخر كده وببدأ افرد كده العجينة وابدأ الم الكورة او الرول جواها. بس كده ببدأ احطها بالطريقة دي واقفة زي ما انتوا شايفين، واسيبها ترتاح معايا، وارجع افرد الباقيين بنفس الطريقة. بصوا بدهن دهنة كده من الزبد من السمنة والقشطة، وبعد كده ببدأ الف بالطريقة دي واشد. كل ما بتشدي كل ما بتديك عدد طبقات اكتر. طبعا دول ال4 اللي احنا فردناهم. هرجع اكمل الباقي بعد ما خلصت. طبعا الكمية كلها كانت اول واحدة فردناها وطبقناها كانت ارتاحت معانا. باجي كده ابدا افردها. طبعا حجم الكبيره حجم الفطيره انت حره فيه، ممكن تفرديها بمقاس كبير وممكن تسيبيها سميكه بالطريقه دي. انا عملت لكم الحجمين. طبعا في طاسه على النار نزلت بمعلقه من الزيت،
ببدأ ادهن بيه الطاسة وبسيب الطاسة بتاعتنا تسخن كويس قوي. بعد كده ببدأ انزل بالفطيرة وعلى نار متوسطة، دي اكبر عين عندي على البوتاجاز. ببدأ كده كل ما تتشمع من جنب ببدأ اقلبها على الجنب التاني، وهكذا لحد لما بتاخد اللون من فوق ومن تحت. بتاخد من 2 ل3 دقايق تسوية على النار، وبتطلع معاكي مورقة ومستوية حلوة قوي واخدة اللون من فوق ومن تحت. دي كانت معايا استوت بصوا وانتفخت معايا. حطيت كمان واحدة جنبيها. لو عندك طاسة اكبر هتاخد 4 فطاير او 3 سوي فيها عادي. شايفين الجمال؟ كل ما بتاخد لون من الجنب ببدأ اقلبها على الجنب التاني. هنا كنت حابة اوريكم ان هي معايا منتفخة وخلاص كده طبعا استوت معايا، فطلعتها ورجعت اكمل تسوية الفطير بنفس الطريقة. شايفين منتفخة معايا؟ معنى ان هي انتفخت يعني الطبقات من جوه معاكي ورقت. بس كده طبعا هو ده الفطير اللي احنا عملناه مع بعض النهاردة. بجد حرفيا طعمه جميل جدا زي اللي بتسووه في الفرن، سهل وسريع ما بياخدش وقت خالص. ده الحجم الصغير اللي احنا عملناه في الاول مع بعض، والباقي ده فردته يعني بططته اكبر من الاولاني بسمك رق وسويته بنفس الطريقة ومفيش فرق بينه خالص. شايفين طبعا هو كان لسه سخن معايا، بس شايفين قد ايه مورق ومستوي من جوه. بصوا الفطيرة الكبيرة اللي احنا فردناها مورقة من جوه وطرية وطعمها حلو قوي. بصوا التوريقة من جوه رهيبة يا جماعة، بس كانت لسه سخنة جدا. دي كانت اخر فطيرة سويتها في الطاسة. بصوا الجمال، كلهم بنفس الطريقة وكلهم مستويين حلو قوي. زي ما قلت لكم بتفضلوا تقلبيهم من الجنب ده شوية والجنب ده شوية لحد لما بتاخد اللون من الجنبين وتنتفخ معاكي، تعرف ان هي خلاص كده معاكي استوت. بصوا الفطير مش هتقدري تفرقيه عن الفطير اللي معمول في الفرن. شايفين الجمال؟ طبعا لو حابة تسويه في فرن البوتاجاز بتسخني الفرن كويس قوي، اهم حاجة يكون سخن جدا. بتدهني الوش بتاعه قشطة وتدخليه على الارضية وشغال عليه من فوق ومن تحت على اعلى درجة حرارة لحد لما ياخد اللون من تحت. بتبداي ترفعيه على الرف الوسطاني ياخد اللون من فوق، وبتبداي تطلعيه من الفرن وبألف هنا وشفا على قلوبكم. اتمنى بجد وصفة النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها وتقولوا لي على رأيكم فيها. لايك وشير. لو عجبكم الفيديو صلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، واستنوني في وصفات جاية كتير بإذن الله، كلها وصفات سهلة وسريعة اقتصادية ومغذية.